صباح الورد على الجميع. صباح الورد ابو حنين. صباح الفل حبيبي واخويا. صباح حبيبي. من ضمن طبعا جولاتنا في مطروح، عايزين نوريكم التطورات اللي حصلت بقى فين، زي ما ورينا لكم في الفيروز وباب البحر والدنيا دي كده. عايزين نوريكم بقى منطقة وسط البلد والعوام والحتت دي. نشوف بقى نوريكم ايه يعني. احنا لسه هنشوف. احنا هناخد طبعا احنا هناخد العوام. احنا كده عند المحافظة زي ما انتم شايفين كده. طبعا المديرية اهي، وادي المحافظة اهي، وحديقة غزالة هنا. هنبدأ بقى من اول ايه؟ تعالوا نشوف أروع لوحة فنية في البلد. هنجيب بقى ايه الشراع ده. هيسيبوا الشراع؟ سايبين يا راجل. مش معقولة. والله سايبين ولا سايبينه للاخر؟ انا فرحان سايبين. بص يا جماعة، ده الشراع اهي. اروع لوحة فنية في مطروح. ايوه، كلمتي المعروفة ده طبعا الشراع ده ابو حنين بيحبه قوي يعني. جدا جدا جدا. اروع لوحة فنية. البحر اهو. البحر اهم حاجة انك تيجي تبص تلاقي البحر قدامك. ده اهم حاجة بالظبط. دي حاجة يعني بصراحة بتفرحني قوي 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 لما تبص تلاقي البحر هنا كده قدامك. بصوا يا جماعة، دي التطورات الحالية في منطقة العوام أو منطقة عند فتح الله كده. هنشوف الدنيا ايه. هما بيعملوا لسان هنا صح؟ بص يا فتحي، هما بيجي يعملوه ويرجعوا يشيلوه، فما تعرفش ايوه بيشيلوه ايه حاليا. القصة في الحتة دي. بيشيلوه حاليا تاني يعني ده كده بيشيل. بيشيل بس هو في حاجة انت قلتها لي امبارح ولفت انتباهي، والنهارده هطبقها عملي. بص في المية كده. انا شايف اثار الردم من تحت لسه موجود. بالظبط. هم عملوا اللسان كله. هل ده زي مصد تحت الميه عشان يهدي يهدي الموج شويه؟ كده. هم عملوا المصد وهيرجعوا يشيلوه تاني. هيفضل بقى ايه، يشيلوا اللي على الوش وبيسيبوا عشان الميه تتجدد برضه يعني. يبقى مش موجود كده، مش موجود بصد الميه. ما يعملش تآكل وتنحر في الله. المنظر الطبيعي حلو بصراحه. لو التفكير كده هيبقى حاجه حلوه خالص. هيبقى ممتاز. هيبقى منه الميه اتجددت دي محلات. ايه دي المحلات اللي قبل فتح الله بالظبط. احنا طبعا هنا اهو، ادي هاب مطروح اهو، وادي اسواق فتح الله اهو. ده اكتر مكان فيه كافيتريات، واللي فيه كافيتريات ما شاء الله. ده خدوا عمق كبير تحت يعني. انا شايف هنا في عمق كبير، وفي في لسان طبعا اهو بيتعمل اهو ما شاء الله. نفس الكلام. اللسان رجعوا شالوه تاني. بس هو شالوه، بس انا عايزين نوريكم اثر اللسان تحت. اثر اللسان موجود تحت في الميه. ممكن بس اثر اللسان موجود بعد ازالته. معنى كده ان في ليه مستوى تحت في الميه عالي، فممكن ده بيكون هيسد مثلا طيار مثلا او كده. فلسه كلها توقعات طبعا، وهنشوف الدنيا فيها ايه زي ما انتم شفتوا. كان ابو فارس سالم دواس طبعا بمناسبه بمناسبه ان احنا بنتكلم على ابو فارس سالم دواس. طبعا اخويا الغالي، احلى صباح الورد ابو فارس. صباح الفل يا حبيبي. بنمسي عليك انا وابو حنين، وبنسلم عليك طبعا اخويا اللي وحشنا. الراجل ابن الاصول المحترم بصراحه يعني. اذا كان ذكر اسمه في اي حاجه لازم ياخد حقه بصراحه. الراجل اللي عمره ما قصر مع حد. الراجل اللي بيخلص في صحوبيتك ليه، ما بينسكش دايما بالكلمه الحسنه. كلمه الحق. كلمه الحق دايما بيقولها. اذا كان حتى لو هيتضرر من حاجه لازم يقول كلمه الحق. احلى صباح الورد ابو فارس. فطبعا دي منطقه العوام اهو. ده اللسان برضو التاني اهو هنا. وسمعنا ان هيبقى في جراج هنا، مش عارف هيبقى فين بصراحه، بس هنشوف. لسه كل ده لسه يعني بنقول لكم واحده واحده الصوره يعني. فان شاء الله تبقى التطوير تطوير جميل ويفيد الناس كلها، ومنظر لائق يعني بمصر كلها. المحلات احلى حاجه ان هي تحت شويه عشان ما تحجبش رؤيه البحر. ودي حاجه احنا كنا دايما بنتضايق منها، ان احنا انا كواحد عايز جاي اصيف مثلا، انا عايز اشوف البحر. فرؤيه البحر دي عندي حاجه مهمه قوي. عايز يكون ليا تمشيه اشوف فيها البحر من غير ما ادفع حاجه، من غير ما ادفع جنيه. واخد بالك؟ فلما كان بيبقى فيه اي اماكن محموله على الكورنيش كانت بتحجب الرؤيه عامه يعني. فهنشوف بقى هل التطوير ده
هيخلينا ان احنا نشوف البحر من غير اي ضرر، واحنا ماشيين كده بالعربيه نشوف الكورنيش، ولا هيبقى لا. ان شاء الله الرخص، الاماكن الرخص اكيد ان شاء الله موجوده وشغاله والدنيا تمام. مسجد العلماء. صباح الفل، صباح الفل يا رجاله. ما شاء الله ده مسجد العوام، ودي فندق اهو نجرسكو. ان شاء الله في مساحه رهيبه قدام، عايز اقول لكم تطورات من الاول لغايه الاخر. ما شاء الله تبارك الله. دي منطقه الكافيتريات اللي في العوام. دي منطقه هتبقى كافيتريات. شايف كافيتيريا يعني كل كافيتيريا كل فتره. مش زي ما الناس بتقول الرؤيه حجبت الموضوع، لا. كامله ما شاء الله. يعني في مساحه الناس تشوف. الكافيتيريا اهي، وين هو التاني، هم 3 كافيتريات في العوام كلها. والشط الرملي موجود على فكره. ما راحش الشاطئ الرملي موجود. انا ملاحظ ان بعد ما كان الاول في بعض الفيديوهات جايبه ان الشاطئ الرملي مش موجود، لا رجعوا هم. كل ده احنا لسه في اعمال تطوير، فمش تقدر تعرف غير بالمعلومه. والمعلومه اللي وصلتنا من يعني من ناس محترمه كتير زي استاذ كريم عرفان وكده، قال لك لا ده الشواطئ الرمليه هي موجوده، ده بالعكس ده وفروا 600 وحاجه متر ما كانوش غير مستغلين وهيبقوا مستغلين يعني. فان شاء الله نأمل خير في ان كل حاجه تبقى موجوده ومفيش حاجه رخص تبقى مبقاش موجوده، والدنيا دي كده ان شاء الله يبقى خير عائد على الكل يعني. وطبعا الباكيات اللي هتبقى موجوده دي ان شاء الله تبقى ليها منظر حضاري ومنظر جميل، تكون يعني بعائد كويس على البلد وعلى فايدتي انا كواحد جاي مثلا اصيف اشوف منظر جميل. هي ده الفكره كلها. يعني كده بتدفع فلوس، فانك تدفع فلوس في شيء وتاخد خدمه. فندق جويلا جويلا اهوت وتمام كده. احنا كده في اخر الكورنيش، ودي اخر اعمال التطوير. مفيش طبعا، احنا كل الأوبايد لسه طبعا معمول والدنيا كلها لسه معموله. مفيش تطوير طبعا في كورنيش الأوبايد. الناس اللي كانت بتسالنا جالي اسئله ياما على موضوع الأوبايد ده. الأوبايد يا جماعه لسه معمول، ما فيش اي كلام لغايه دلوقتي. وهنتكلم كلمه نهائيه على شاليهات عجيبه. شاليهات عجيبه فيها قرار ازاله. الشاليهات دي يا جماعه كانت الناس واخداها من المحافظه. الارض هي حق انتفاع وبيدفع لها فلوس، والمالك بيبقى مالك الشاليه مش مالك الارض، وطبعا دي حاجه معروفه، وكان بيدفع لها فلوس على حق الانتفاع الارض. جت الحكومه قالت لك لا احنا هناخد المكان دون. وعلى فكره هو قرار من فوق يعني، حتى المحافظه مسؤوله عن تنفيذه فقط. يعني القرار اللي احنا قريناه ان المحافظه والهيئه الهندسيه مسؤوله عن تنفيذ الازاله فقط. حتى ما حدش عنده معلومه كافيه يقول لنا ان هم بيقولوا ازاله شاليهات عجيبه وجنوبا، ما يعرفش في جنوبا ده لغايه فين ولا ايه هو الدنيا ولا ايه. بس الى الان الشواطئ ما فيش خبر يعني عنها. الشواطئ الموجوده هناك في ام الرخم الدنيا لغايه دلوقتي ما حدش جاب سيرتها في اي حاجه، وده يدل على ان الشواطئ ان شاء الله شغاله والدنيا تبقى شغاله. وموضوع الشاليهات ده اكيد في خير برضه هيرجع للناس، وان شاء الله يكون يعني التعويض يكون مناسب ليهم، لان الشاليهات دي بارقام. نامل ان يكون التعويض مناسب ليهم ويكون حقهم يرجع لهم بصوره حلوه يعني. احنا مع البلد في التطوير وكل حاجه، ولكن ان شاء الله يكون الفلوس راجع لهم كافيه تعوضهم يعني ان شاء الله خير يعني. مسي على ابو حنين قبل ما نقفل الفيديو. احلى مساء الورد يا ابو حنين، ونشوف بقى احنا رايحين فين، ولما نوصل نبقى نصور لكم نعمل لكم فيديوهات من هناك. السلام عليكم. السلام عليكم.